الحمد لله رب العالمين، أعز من أطاعه وأذل من عصاه، من دعا الإله لباه ومن اعتصم بالإله كفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله، الأرض أرضه والعرش عرشه والسماء سماه. سبحانه سبحانه بيده الموت وبيده الحياة، وإلا فخبروني إذن عن الفقير من الذي أفقره، وعن الغني من الذي أغناه، وعن الجنين في بطن أمه من الذي رباه ورعاه، وعن الليل من الذي حاك دجاه، وعن الصبح من الذي فلق ضحاه، وعن اللبن من بين فرث ودم من الذي صفاه ونقاه. سبحانه سبحانه بيده الموت وبيده الحياة. أرأيت الشهيد يحيى لما ذبح وسالت دماء؟ أرأيت سارة لما مد المجرم يده إليها فشلت يداه؟ أرأيت الكليم موسى لما ألقى عصاه؟ أرأيت إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه. أرأيت الكليم موسى لما ألقى عصاه؟ أرأيت مريم لما أشارت إلى ابنها فقال إني عبد الله؟ أرأيت محمدا، صلوا عليه، أرأيت محمدا في معراجه ومسراه؟ أرأيت محمدا لما نطقت له ذراع الشاه؟ أرأيت محمدا لما ارتقى وارتقى وارتقى والنور يغشاه؟ أرأيت محمدا فما وطئت قدم مثلما وطئت قدماه، وما رأت عين مثلما رأت عيناه، فهل بعد هذا الجاه جاه؟ يكفي سيدنا محمد وكفاه أنه من صلى على سيدنا محمد فقد صلى عليه الإله. أما بعد، أيها المعزون الكرام، شكر الله سعيكم جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد عم الحج محمد بواسع رحماته، وأن يسكنه فسيح جناته. حقيقة قبل أن أتكلم، إن هذا الرجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبه عنده من الشهداء. ونحن في شهر رمضان الماضي لقد جلس معنا من أول ليلة في رمضان إلى آخر ليلة نقرأ القرآن حتى ختمنا كتاب الله، واستمع إلى كل آية من الفاتحة إلى سورة الناس وهو ينصت ويسأل. كان بيسمع القرآن ويسأل الآية دي بتقول ايه يا شيخ؟ هو ليه ربنا قال كده هنا؟ هو معناها ايه؟ وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. يعني ايه عسله؟ يعني موته على عمل صالح من حب ربنا ليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيأ له عملا صالحا يقبضه عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد أن استمع إلى القرآن الكريم وصام شهر رمضان وحضر عيد الفطر، بعدها
قد اتت له وعكة صحية، تعب بعد ما سمع القرآن وصام رمضان، واصيب بتعب شديد، وهذا المرض العضال الذي اصبح متفشيا في هذه الاونة، وهذا ان دل فانما يدل على ان الله اذا نزل البلاء يشمل هذا البلاء الرجل الصالح والطالح، وان الله لا يخص بالبلاء او بالمرض او بهذا الابتلاء شخص بعينه، وانما يقول سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا حديث النبي الذي يتكلم ويقول ويفسر ويوضح ما نعيش فيه الآن. احنا كان المفروض نتكلم عن قصة سيدنا زكريا وطلاقة القدرة الإلهية وستنا مريم وسيدنا عيسى وما حدث، وبيان القدرة الإلهية وطلاقة القدرة لله سبحانه، أنه إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون بأمر الله. ولكن المقام يجبرنا أن نتكلم على أن المرض الذي أصبح متفشيا في هذا العصر بسببنا وبسبب ذنوبنا، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع البلاء إلا بتوبة. إيه المرض ده؟ هو حديث سيدنا النبي، ما تصلي عليه بقى. هنيجي نقول المرض انتشر، وأمراض ما عادش مش لاقين لها علاج، وناس كتير متأذية من المرض صغيرا وكبيرا، رجلا وامرأة. السبب يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وركز في الحديث ده قوي لأن هو اللي بيوضح اللي احنا عايشين فيه. 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول واحد أهو، وهو دي اللي هيشرح الواقع. أول واحدة من ال5: إذا انتشرت الفاحشة في قوم وأعلنوا عنها، يعني بيجهروا بالمعصية ويعلن ويتفاخر بأنه قد فعل وفعل وفعل بما يغضب الله. إذا انتشرت الفاحشة أو ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا وفشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم من قبل. والمرض اللي متفشي النهاردة السرطان والعياذ بالله. فلان جاله سرطان يبقى انتظر ان هو في عد تنازلي من عمره. السبب ايه؟ اولا هو قدر الله عز وجل. ثانيا البلاء الذي نزل والابتلاء الذي اصاب صاحبه بسبب ذنوب كثير من الناس فينا، وهناك الكثير من يجاهر الله بالمعصية وتفاخر بفاحشة الزنا والعياذ بالله. والنبي يوضح أن سبب انتشار هذا المرض هو التفاخر ومجاهرة الله بالمعصية والذنب. والنبي يوضح: ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا وفشى فيهم الطاعون، وهو طاعون العصر النهاردة، والأمراض والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم من قبل. هل راجعت نفسك يا من ترتكب الفاحشة وتنسى أن الله يراقبك؟ يا من فعلت جريمة الزنا ونسيت أن تتوب بشؤمك وبسبب ذنبك يعمنا الله بالبلاء. والدليل في كتاب ابن القيم، كتاب الداء والدواء، يقول ابن القيم:
بأن المطر قد منع في عهد موسى عليه السلام. الدنيا ما شتشتش زي ما حصل عندنا كده، ونسأل ربنا الشتاء ونصلي صلاة الاستسقاء وبرضه الشتاء مش راضي ينزل، ما هو بسببنا. شوف اللي حصل على عهد سيدنا موسى. يقول ابن القيم: منع المطر او القطر في عهد موسى عليه السلام، فخرج قوم موسى يناجونه ويقولون: يا موسى نكاد ان نهلك فادعوا الله لنا ان ينزل علينا المطر. ادعوا ربنا الدنيا تشتي، هنموت، لا في ميه نشرب ولا زرع بيطلع، ويكاد يهلك الحرث والنسل. فنادى موسى ربه وقال: يا رب اسقنا او اغثنا غيثا نافعا. فقال الله: يا موسى منعت المطر عنكم بسبب ذنوب رجل فيكم. ياه، بسبب واحد؟ ما بالنا احنا في العصر اللي احنا عايشينه ده، لو ربنا يعني الذنوب اللي احنا بنعملها كلنا وربنا ساترنا بسببها ايه اللي يحصل؟ لكن من رحمة الله بنا انه سترنا وانه رزقنا. فسيدنا موسى راح للناس وقومه وقال: ان الله قد منع عنكم المطر بسبب ذنوب رجل فيكم. ايها العاصي، سيدنا موسى بينادي بقى على العاصي: ايها العاصي يا من نزل الشؤم بسببك ومنع المطر بسببك، اخرج من بيننا حتى لا ينزل البلاء بسببك ويعمنا شؤمك. طيب لو انت في موقف الرجل ده هتخرج؟ هتنفضح. ما انت لو خرجت الكل هيقول بسببك منع المطر، هو عشان خاطرك انت المطر اتمنع. ويرى من الناس كلاما كالسهام يقطع ويمزق جسده. انا عايزك تحط نفسك مكان، ما بقعدش مع نفسي ليه واقول ما هو ممكن منع المطر بسببي، ما هو ممكن اني بعمل ذنب منع المطر بسببه. ما تفكرش نفسك شيخ ما بتعملش ذنوب، ما انت ياما كلت حقوق وياما عصيت وياما اذنبت وما زلت مصر. فسيدنا موسى يقول: ايها العاصي اخرج من بيننا حتى لا نصاب بشؤمك. فشوف العاصي قال ايه هو في وسط الناس محدش يعرفه. فقال العاصي بينه وبين ربه: اشهدك يا ربي اني قد تبت اليك ورجعت اليك فاغفر لي. موقف صعب وفيه انكسار وتذلل. فنزل المطر. لا، تعجب موسى: يا ربي لقد نزل المطر ولم يخرج العاصي من بيننا، ايه اللي حصل؟ فقال الله: يا موسى لقد تاب العاصي توبة نصوحا وقبلته. فقال موسى: يا ربي من هو هذا العاصي؟ شوف سيدنا موسى عايز يعرف عشان يسأله هو كان بيعمل ايه وبسببه منع المطر، ايه الكبيرة اللي كان بيرتكبها. فقال الله: يا موسى سترته وهو عاصي أفضحه وهو تائب. ده انا سترته وهو عاصي افضحه بعد ما تاب؟ يا موسى سترته وهو عاصي أفضحه وهو تائب. إن الله قد أنعم عليك بنعمة الستر، أنعم عليك بنعمة الستر. فاعلم أيها العاصي أن كل بلاء بسببك، وأن كل مرض بسببك، وأن كل ما يحدث في المجتمع بسبب ذنوبك. كما قال النبي: ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها
إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم من قبل. راجع نفسك ورجع دفاترك وشوف انت بتعمل ايه. إذا كنت آكلا للحرام فرد الحقوق لأصحابها. إن كنت ترتكب كبيرة الزنا أو القتل أو جريمة شرب الخمر فارجع إلى ربك وتب إلى الله، واعلم بأن بسبب إصرارك على الذنب يبتلين الله. فيا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته وأوجدنا في هذا الوجود لنعبده حق عبادته، فهو القائل سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا. هو مش عايز منا غير عباد إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاعلموا جيدا أن هؤلاء الخمس، لما سيدنا النبي خمس يقول خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، أول واحدة اللي احنا قلناها، تاني واحدة ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ما تبص على الدول اللي حواليك، هو ده اللي بيحصل. الناس النهاردة بتنقض العهد والميثاق، ولا عاد في ذمة ولا ضمير ولا دين ولا إيمان إلا ما رحم ربي. واللي بيحصل النهاردة في الدول بسبب ذنوبنا وبسبب نقض العهود والمواثيق الذي يحدث في هذه الأيام من تدمير دول كاملة واحتلالها ودخول غير المسلمين فيها بسبب أننا قد نقضنا العهود والمواثيق، والله عز وجل يعاقبنا. وختاما ننتهي بحديث النبي: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. عباد الله، كان حقا علينا أن أتكلم بهذه الكلمة، يعني من حق الحاج محمد علي وحق التلالين كافة عامة، والشيخ عبد المنعم عليم موجود هنا هو برضه يدلي بدلوي مع احترامنا للقراء والمشايخ على دماغنا، ونستأذن الشيخ أسامة لأن الشيخ عبد المنعم برضه يعني محبا لآل تلال. وخاصة يا اخوانا احنا النهاردة يعني كلنا بنجامل بعض، كلنا لازم نساند بعض، ولأن الإنسان بطبيعته اجتماعي نسانده في فرحه وفي حزنه، ودي جمايل وديت لا ترد، ولكنها عند الله عز وجل عظيمة، لأن ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من جبر الخواطر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد عم الحج محمد بواسع رحماته. اللهم تغمده بواسع رحماتك وأسكنه فسيح جناتك، اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم وسع له في قبره مد بصره، واجعل سائلاه مبشرا وبشيرا ولا تجعلهما منكرا ونكيرا. اجعل هذه الليلة أسعد لياليه يا رب العالمين. اللهم نور له قبره مد بصره يا رب العالمين. شفع فيه الصيام والقرآن، وشفع فيه العمل الصالح، وشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وختاما باسمكم جميعا نتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد عم الحج محمد، خاصة إلى ولده أحمد وإلى إخوته الحج فرحات والحج يوسف ابن أخوهم،
وإلى آل عم الحج محمد وإلى التلالين عامة. نسأل الله تبارك وتعالى لهم الصبر والسلوان، وأن يخلفهم في مصيبتهم خيرا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشقى منها بس جاي. سيدي يا رسول الله طال بي الحنين